السلام عليكم. بداية جديدة وزي ما كلكم عارفين نرجع فجأة وإن شاء الله نكسر الدنيا زي الأول. شرح النهاردة هيبقى عبارة عن طريقة حظر أرقام واتساب وطريقة حظر قنوات واتساب برضو. أهم حاجة بس إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد، وأهم حاجة لايكك الجميل يعني والكومنت بتاعك الفاجر. ويلا نبدأ الشرح بتاعنا. وأول حاجة إن إحنا هنعملها دلوقتي إحنا هنخش على تطبيق الواتساب كده عادي، وأي حاجة إحنا هنحتاجها في الفيديو ده هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيها في قناة التليجرام أو في الروم بتاع الواتساب بتاعي. تمام. اول حاجه دي القناه اللي احنا هنطيرها. القناه، اعرف ان القناه لو اما تطير الرقم بتاعك هيطير مشدد هو كمان، يعني القناه دي لو احنا طيرناها دلوقتي النمبر بتاعك هيطير مشدد فل. فانت لازم لما تيجي تطير القناه مثلا ممكن تعمل نقل تبديل حساب وتطيره بالرقم جزائري او باي رقم دوله فيك يعني، او اي رقم فيك يعني. تمام. نيجي هنا نخش مثلا على ان احنا نطير النمبر المصري ده. ثانيه. ده النمبر المصري اللي احنا هنطيره ده. تمام. هنطيره بقى بطريقة ايه؟ الطريقة ديت في ناس كتير عارفاها وده بعيد عن الناس اللي هي عارفاها، يعني انا بنزل الشرح للناس اللي مش عارفاها بس، والناس اللي لسه جديدة في المجال والشغل ده. فانا هعرفكم تعملوها ازاي، وان ده بعيد عن الناس اللي متعلماها عشان مفيش حد يجي يكتب لي في الكومنتات اي كلام يعني. تمام. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ يعني انت دلوقتي تقنع الضحية ازاي؟ هتقنع الضحية ان انت تقول له مثلا انا هحذف نسخة او همسح النسخة بتاعتي، فهبعت لك شوية ملصقات، فانت 5 دقايق بالظبط تبعتهم لي تاني. تبعت لي مثلا تبعت لي مثلا كل الملصقات اللي عندك عادي كده. وتبعت له الملصق الملغم ده هتبعته له في وسط الفيديو، في وسط الملصقات دي. تمام. بعد ما تبعته له كده تقوم انت عامل 5 بلاغات بالظبط على الملصق ده. نجرب هنا. تمام. نيجي هنا نبعت الملصقات دي كلها كده، تقول له مثلا للضحية اللي قدامك انا 5 دقايق وهحذف، ببعت لي الملصقات دي كلها تاني. هو بقى يقوم باعتهم لك تاني عادي كده زي ما موجودة كده عندي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنا اول ما اعمل 5 بلاغات على الملصق ده، النمبر ده هيطير مشدد، هيطير اباحي يعني. تمام. القناة بقى هتطير ازاي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ لما تكون رول لازم تكون رول في قلب القناة دي. تكون رول، اول ما تكون رول في القناه تقوم برضو منزل نفس الملصق ده، هتنزل الملصق ده كده. تمام. كده يعني دقيقه دقيقتين على ما فريق الدعم يشوف، هتلاقي النمبر ده ايه، القناه طارت. ثانيه ناخد اللينك بتاعها، ما تطيرش بس قبل ما انام. خدها سكرين عادي كده. تمام. وبعد ما تستنى بس دقيقه ولا دقيقتين، نخش من النمبر التاني نشوفها. النمبر هيطير ازاي؟ هنعمل هنا 5 بلاغات كده على النمبر نفسه كده، بلاغين اتنين. هنتأكد برضو ان الرقم يعني سليم مش طاير، يا رب بس ما يكونش طاير. ثانية. الحمد لله لسه مطرش، النمبر سليم اهوت، ويطلب كود برضه عادي مفيش اي حاجة. مش هيطلب كود عشان هو محظور معاك. تمام. بس النمبر شغال يعني. كده احنا نزلنا الملصق في القناة ديت. نستنى مثلا دقيقة دقيقتين، ممكن يكون الدعم واقف اصلا فلازم الدعم يكون شغال. تمام. والنمبر ان هو يطير، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ تعمل انت 5 بلاغات هنا على الملصق نفسه، بس 5 بلاغات كده. مادام انت عملت 5 بلاغات هو مسح الملصق ما مسحوش، خلاص كده النمبر بتاعه هيطير، اعرف الكلام ده. تمام. بس اهم حاجه طريقه الاقناع تقنعه ازاي؟ تبعت له الملصقات دي كتير. تمام. بس كل الملصقات اللي عندك وتبعت له الملصق ده في النص، تقول له ايه، ابعته لي تاني معلش. تمام. وفي طريقه تانية ان انت هتبعت له الصوره ديت نفسها على التليجرام، هتبعت له الصوره على التليجرام. انا هنزل لك الصوره والملصق على التليجرام والروم بتاع الواتساب، هنزله لك بشكل ملف يعني وكده. انت تعمل ايه؟ هتبعت له الصوره تقول له معلش انا يعني اعملوا لي ملصق عشان انا مش بعرف اعمل ملصق، او انت ابعت له 5 6 صور وقول له ابعتوا لي واتساب بس اعملوا لي ملصق عشان انا مش بعرف اعمل ملصق، وهديك رقم تك مقابل. هو يعمل انشاء بقى
بالصورة يعني وكده، مثلا الصورة ديت، ده كده ملصق، ده كده هو عمله لك ملصق. تمام، فل الكلام. نروح نشوف النمبر، نتأكد من النمبر كده من النسخة. كده النمبر قدامك طار. تمام، تكتب أي كلام هنا مثلا كده، سيكا المشاكس، نطلع هنخش من جديد، طار إباحي. تمام، نشوف القناة. لسه ما ظهرتش. وبس كده يا اخوات، هو ده الشرح بتاع النهارده. والسبب ان القناه ما طارتش ممكن يكون ان النمبر طار قبل ما القناه تطير، او ممكن السبب ان لسه القناه هتطير كمان شويه، او كمان نص ساعه، او كمان ساعه. عادي، احنا اهم حاجه ان هو الملصق، حتى لو الملصق اتمسح مفيش اي حاجه، القناه هتطير يعني هتطير. كل الكلام. بس انا مش عاوز اطول في وقت الفيديو اكتر من كده، فانا هنهي الفيديو على كده. واي حاجه انتوا مش فاهمينها انتوا مش فاهمينها، هتلاقوا اللينك بتاع البار بتاع المجال في الوصف بتاع الفيديو، اللي هو الواتساب يعني. هتخش تسألني على اي حاجه، وهتلاقي برضه بنزل شروحات وبنزل برامج عظمه، وهتلاقي الملصقات، وهتلاقي الصور، هتلاقيها برضه في قناه التليجرام، او في الروم بتاع الواتساب بتاعي. تمام. واهم حاجه قلب اخوك انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد، وكومنت فاكر كده عشان يعني نكمل. وبس كده يا ابن قلبي.